السلام عليكم. أنصار الشبيبة. تعرفوا هذاك المثل اللي يقول ماشي مثل، واحد المقولة تقول اللي توسوس راني عليه، اللي توسوس راني عليه. هكذا صرا لواحد القناة ومحللي واحد القناة ولا حتى المنشط تاعها. المدير الرياضي تاع شبيبة القبائل خرج بتصريح قال لك البلاطوهات وكذا وكذا راهم يتسبوا في الفتنة ويديروا في المشاكل ويديروا في كذا. بالمقابل خرجوا خرج محللي ولا منشطي هذيك القناة، أول واحد فيهم هدر ورد على مدان. قاسكم مليح مليح. في شحال من مرة يقولوا لكم يا ناس، يقولوا لكم يا محللين، نتوما الفوتبال في جهة والتحليل تاعكم في جهة، ما حبيتوش تسقموا. شحال من خطره يقولوا لكم يا عباد الله حبسوا، ما راكمش تاع تحليل وما راكمش تاع فوتبال وما راكمش تاع تنشيط وراكم اشباه صحفيين نتوما، والله ما حبيتوا تسقموا. حتى ولاو الناس ولاو المسؤولين في النوادي الجزائريه يكلاشيكم ديريكت في لي بلاطو ولا في قنوات واحد اخرين. لا تلحق روحك لهذا الشيء. لا، قالها لكم الناخب الوطني اللي كان من قبل، شبعكم ما شبعكم، يعني كيما نقولوا حنايا رخص، ما حبيتوش تسقموا، قعدتوا انتم. زادوا جاو رؤساء تاع نوادي واحد اخرين من الشرق ومن الغرب ثاني كيف رخصوكم، قعدتوا مازالوا انتم ما حبيتوش تسقموا. جاو لاعبين دوليين سابقين ولاعبين منا ومنا ثاني كيف جاو مدربين ثاني كيف ما كاش اللي قال هذيك القناة ولا هذيك لاشين راهي تدير في عمل مليح ولا يعطيهم الصحة، غير اللي ينتقدكم، غير اللي يقولكم انتم خاطيكم، غير اللي يقولكم انتم ما راكمش تاع فوتبال، غير اللي سماكم واحد معبد امون، واحد سماكم قناة الفتنة، واحد كل واحد واش عطاكم اسم وهكذاك. والله ما حبيتوا تسقموا حتى وين لحقت لدرجة وين مدير رياضي تاع فريق شبيبة القبائل صرح، خرج بتصريح بورتو، والله ما راني معاه على التصريحات هذا اللي راه يهضر فيهم، باسكو هو ثاني نورمالمو ما يضاش يبيع في الاوهام الانصار شبيبة القبائل، ويريح عاقل ويخطيه من التصريحات هذو، ويكون شويه بروفيسيونال، ويكون شويه يعني يخدم باحترافيه كما راهم يخدموا رؤساء النوادي الكبار ولا مدراء رياضيين في نوادي واحد اخرين كبار، يلتزموا الصمت ويخدموا في صمت ويخطيكم مثل التصريحات الشعبويه. انا والله ما راني معاه، بصح في الكلام هذا اللي راه يقول فيه عنده الحق، باسكو نتوم كما قلت لكم ما كاش فيكم واحد ولا منشط منكم هدر مع صاحبه قال له يا ودي واش رانا نديرو خلينا نكمل نبدلوا القناه ولا نخرجوا من جدها، ولا باسكو الناس ماهمش راضيين علينا، الشعب ما راهوش راضي علينا. البارح كي يجي مدير رياضي يصرح باسكو ما عجبوش الحال، كي هدرتوا على مدرب مازال ما بداش يلعب، مازال ما بداش يخدم، مدرب مازال ما دخلش ميم با للجزائر، والسي في تاعو الناس فيه وعليه، شفناه ورانا نشوفوا في السي في تاعو، فيه وعليه. ما راحش نقولوا راح ينجح في شبيبة القبائل، حنا راح نتمناو باش ينجح، مي كي تشوف السي في تاعو من بين احسن المدربين، ومدرب جاز في افريقيا ودرب في افريقيا، يعني على الاقل كنتوا كي تنتقدوا هذا المدرب تنتقدوه باحترافيه في البلاطوات تاعكم. هذا ما كان واحد ما يهضرش عليكم، وواحد ما يقولكمش راكم ديروا في الفتنه ولا راكم ديروا في البوستيشات كيما هكذا. بصح انتم لا انتم تمدوا تصريحات بواحد الطريقه وتحلوا بواحد الطريقه في المقاهي ما تلقاهاش، ولا غير في المقاهي والله ما تلقى تصريحات كيما هذو. انا ما نتفرجكمش على كل حال في الفيسبوك ولا في الانستغرام، نفوتوا عليكم هكذا نشوفوا التصريحات تاعكم. ما مش هي ما على باليش كيفاه. انا كي ما عجبكمش الحال بغيت نهضر في السوجي هذا، وبغيت نقول لكم باللي ماذا بكم الا تخافوا ربي شويه، ولا نورمالمون راه قاسكم هذا المدير الرياضي هذا تاع فريق شبيبة القبائل، نورمالمون لو كان فيكم الحشمه وفيكم ذره تاع حشمه ما تزيدوش تهضروا كاع على شبيبة القبائل، وما تزيدوش كاع تذكروا حاجه على شبيبة القبائل، مالغري راكم دايرين روحكم بلي قناه رياضيه.
ماذا بكم ما تزيدوش تهضروا. لو كان جات عندكم شويه برك هذيك النخوه تاع عزه الكرامه وعزه النفس هذيك، ما تزيدوش تهضروا على شبيبه القبائل. خليو شبيبه القبائل ترونكيل. شبيبه القبائل كان عندها مدرب ما نجحش في شبيبه القبائل وراح الله يسهل عليه بطريقه اللي حبها هو. شبيبه القبائل جابوا لي ريكريتمون فيهم وعليهم. شبيبه القبائل جابوا مدرب فيه وعليه ثاني كيما مازال ما بداش، بديتوا تنتقدوا فيه، عيب وعار. احنا انا واحد كنت ضد المدرب السابق طريقه العمل تاعو، بصح هذا المدرب ما نقدرش ننتقده قبل ما يبدا يخدم، وما قدرتش نشكره قبل ما يبدا يخدم. باسكو علاه نشوف رانا نهضروا كيما شكرت بن شيخه وقلت باللي السي في تاعو شباب ومليح، بصح خيب الظن تاعنا. مي هذا ثاني كي تشوف السي في تاعو سي في ما شاء الله لا باس به، بصح اسكي ينجح ولا ما ينجحش الله اعلم. الوقت ذوك هو اللي يبين لنا اسكي ينجح ولا ما ينجحش. بصح انتم راكم تنتقدوا بواحد الطريقه نتاع تكسر هذا الفريق، تكسر فريق شبيبه القبائل، تمدوا يعني واحد الصوره على التسيير في شبيبه القبائل وكانه تسيير كارثي لدرجه لا يتصورها العقل. حنا راه الشبيبه راهي تتسير عادي عادي. واش هي اللي راهم شادين الفريق؟ ما كاش اللي راه يخدم يعني بخدمه اللي تقنع الجمهور ولا اللي تقنع المناصر ولا اللي ترضيه من كاع الجوانب، خاصة الخلية الإعلامية اللي راهي غايبة تماما في فريق شبيبة القبائل. خلية إعلامية غير موجودة خلية إعلامية في شبيبة القبائل ما كاش. يعني خافوا ربي في مولاكم باش الناس ما تزيدش تنتقدكم هكذا، وباش الناس ما تزيدش تقولكم فيكم وفيكم. حبسوا هذه التصريحات الشعبويه، هذه التصريحات نتاع الشارع، تصريحات اللي اقسم بالله غير يندى لها الجبين كي يكونوا يسمعوا في التحليل تاعكم، غير الواحد يفشل كي يشوف التحليل تاعكم. إيبا هذه نقولها لكم من مناصر لفريق شبيبة القبائل، ونقولها ونعاودها. اتكلموا على من حبيتوا، خلوا شبيبة القبائل ترونكيل. ونقدر نقول لك اللي حب يجي يدافع على الفريق تاعو يتكلم بفيديو كيما هكذا الله يسهل عليه. انا ما ندافعش، انا ما نهضرش على فرق واحده اخرى. كاين اللي راه راضي باش راهم يهضروا في الفريق تاعو. انايا فريق شبيبة القبائل نشوف فيه راهم على بالنا بلي راهم يسنوا غير في اي حاجه هكذا باش يهضروا على شبيبة القبائل. واش راح نقول لكم؟ شبيبة القبائل ان شاء الله اليوم راح يبدا فيها هذا المدرب، وان شاء الله ان شاء الله ينجح، ان شاء الله ينجح. ومن بعد انتوما لا حبيتوا تكملوا في هذه العقليه كملوا، خلوا الناس تنتقدكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قاسكم ما